السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بالسادة المشاهدين والمتابعين لقناة الكرة مع صبري. طبعا انتهت الجولة الخامسة في الدوري. الدوري الأهم والأعرق في أفريقيا. وطبعا اللي هينزل مستوى الدوري بتاعنا الحكام. ليه؟ انتهت الجولة الخامسة طبعا زي ما كلنا مشاهدين ومتابعين مباراة الأهلي وغزل المحل. تغاضى الحكم فيها، الحكم، وأنا بتكلم على الحكم، والفيديوهات اللي فاتت بتاعتي كنا بنطالب التحكيم بالعدالة لكل الفرق. يعني عامل الأهلي زي كل الفرق، عامل الزمالك زي كل الفرق. ما هي كل الفرق صارفة، كل الفرق بتدفع ملايين عشان تجيب لعيبة والاستثمار يفضل شغال، الفريق يستفاد. انا يعني هبني الفريق بتاعي علشان خاطر حكم يجي في النهايه يضيع كل المجهود بتاع الفريق. يعني حرام ولا حلال؟ ها ردوا انتوا، حرام ولا حلال؟ الاهلي فاز في مباراه غزل المحله، وطبعا كان الشناوي يستحق طرد. مش عارف ليه لسه الحكام لحد دلوقتي بيخافوا يعني بيعمل الف حساب للون الفانيلا. يا جماعه حرام، ما ينفعش. انت حكم نازل، المفروض ان كل الفرق على مسافه واحده، لازم تحكم بالعدل. لا تخاف من ده ولا تخاف من ده، ولا تعمل حساب لده ولا تعمل حساب لده. انت اسمك حكم. تغاضى عن طرد محمد الشناوي. طبعا الطرد بالنسبه للاعب الاهلي في ملعب غزل المحله كانت هتفرق كتير. كان على الاقل الاهلي مش هيطلع فايز، مش هنقول خسران، لا بس مش كان هيطلع فايز، يعني كان على الاقل الاهلي هيطلع متعادل. يبقى ادي نقطتين الاهلي استفاد بيهم. طيب نيجي للمباراه اللي قبلها على طول، مباراه الاهلي مع طلائع الجيش، وبرضه نفس القصه. الحكم حسب ضربه جزاء، كان الاهلي متعادل مع طلائع الجيش 1-1، حسب ضربه جزاء للاهلي من وحي خياله هو. الحكم بيحسب من هو، يعني من تفكيره هو بس. انا بس الوحيد في مصر اللي شايف ان هي ضربه جزاء. يا عم، ما احنا قاعدين قدام التلفزيون وشايفين. حكام التحليل زمايلك خبراء التحكيم طلعوا قالوا لا مش ضربه جزاء. الثلاث التحامات اللي حصلوا في المنطقه ما فهمش واحده فيهم ضربه جزاء. الاولانيه المفروض ان هي تتحسب فاول على مهاجم الاهلي. الثانيه لو افترضنا ان الاولانيه عدت، الثانيه الالتحام بين لاعب الاهلي وبين حارس المرمى، كان حارس المرمى رجليه على الاثنين على الارض، ودي ما تحسبش. ما ينفعش تتحسب فاول ولا ضربه جزاء لحارس مهاجم الاهلي. الثالثه الاشتراك بين الحارس وبين لاعب الاهلي، الحارس اللي وصل للكره الاول، وهو ده المعيار اللي بيتحسب على اساسه ضربه الجزاء. بيشوف مين اللي لعب الكره الاول. انا لعبت الكوره وهو خبطني، خلاص ضربه جزاء ليه. الحارس وصل ومسك الكره الاول، مفيش، خلاص ما هنا ضربه الجزاء مش موجوده. يبقى ادي نقطتين في ماتش طلائع الجيش، وادي نقطتين في ماتش غزل المحل. فاحنا بنطالب التحكيم، لو هنفضل ماشيين على الاسلوب الحلو اللي انتم ماشيين بيه. الفار ما بيتعطلش الا في مباريات الاهلي بس. الفار تعطل في مباراه طلائع الجيش، معرفش تعطل في مباراه غزل المحله، ولسه الفار ما بتعطلش الا في مباريات الاهلي. اما في مباريات الزمالك الفار مصحصح مركز. حتى الكره اللي اتحسبت اول هدف للزمالك في ماتش طلائع الجيش اتحسب تسلل، وكان نفس الكوره، يعني نفس الكوره سبحان الله. الايام ودول نفس الكوره كانت للاهلي في للاعب بيرسي تاو. ولما اتحسب التسلل جبنا الحكم وحكم الفار، والمحكمه اشتغلت والدنيا قامت وما قعدتش، ولحد ما رئيس لجنه التحكيم طلع بيان ان الكره تسلل فعلا، وانصف حكم الفار. ولكن طبعا الحكم اتوقف مراداه لخواطر لون الفانلة الحمراء. فاحنا لو احنا هنحسبها بالطريقه دي، يبقى خلاص الف مبروك الدوري للاهلي من الجوله السادسه، بدل ما نلعب بقى ونهلك نفسنا ونتعب نفسنا على الفاضي، والملايين دي تروح على الفاضي. لا خلاص، نعمل دوري للاهلي، وكل الفرق التانية تتنافس على دوري تاني. طالما احنا هنمشي بالمبدأ ده، طالما في خوف. وانت في ايه المشكله ان انت تنزل تحسب اللي الصح؟ ايه المشكله؟ لاعب غلط يتطرد، ايه المشكله؟ ليه حرقه الدم دي؟ بنتفرج ونحرق في دمنا، وفريق يفوز بعرقه وفريق تاني يفوز بمساعدات تانية. طب وليه يا جماعه؟ ما احنا انا حتى لو في اي مشكله، اي سلبيه على الزمالك، او اي يعني مجامله للزمالك، هنطلع نتكلم. احنا قلنا احنا بنتكلم هنا على كل الفرق. فاحنا من وجهه نظر شايفين ان ضربه الجزاء اللي في ماتش طلائع الجيش مش ضربه جزاء، والاهلي استفاد ب3 نقط. ده طرد محمد الشناوي طرد صحيح،
والاهلي برضو استفاد ب3 نقط. مش هنقول وقتها الاهلي كان كسبان ولا ما اعرفش ايه، لا ما تحسبهاش كده. احسب لما يطرد منك لاعب حارس وينزل حارس مكانه، وفي لاعب يخرج من الملعب، فانت هتلعب اقل عدد من الفريق اللي قصادك، انت هتلعب 10. فما تقولش بقى ان انا هكسب وما لا. يعني بنطلب من رئيس لجنة التحكيم، يعني بنرجوه، لازم الحكام يعني ينزلوا الملعب وهم مش عاملين حساب للون الفانيلا، علشان المنظومة تمشي كويس والشكل العام للدوري يمشي كويس. فطبعا احنا هنستنى الفترة اللي جاية ونشوف ايه اللي هيحصل. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.